السلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يوم ان شاء الله غنوجد لكم واحد البريوش بريستيج معمر بالكريم باتيسير، كيجي رائع وقطني ومفشفش. نبداو على بركه الله. عندنا واحد نص كيلو تاع الطحين، عندنا واحد نص كاس تاع الزيت، عندنا واحد هذه مليحه، شويه الملح، واحد المعلقه كبيره تاع الخميره معجونه، واحد الفاني، عندنا 4 المعالق سنيده، عندنا بياض البيض وصفار البيض كنحتفظوا به باش ندهنوا البريوش، وعندنا واحد 2 كيسان تاع الحليب دافي ومعلقه تاع الزبده. نبداو على بركه الله. غناخذوا انا غادي نخدم في الخلاط، غندير كلشي في الخلاط تيرموميكس. اللي عنده تيرموميكس يخدم فيه، اللي ما عندوش يدير في الخلاط ولا يخدم في بانيو ويخدم بيدو، راه بحال انا ما غنخدم بالتيرموميكس بسرعه. غناخذ التيرموميكس ديالي، غندير فيه الحليب، غندير مليحه، ندير الخميره معجونه، غندير سكر فاني، غندير بياض البيض، ندير كلشي في الخلاط ويتطحن تذوب سنيده. نديرو سنيده صافي. غادي نديه وندير شويه هكا ونعملو الزيت، وندي نطحنوه تذوب سنيده، وعاد نديرو الطحين. ها نتوما بعد ما كتشوفوه طحنتو تخلط، دابا غادي نزيدو مليحه ونزيدو الطحين، نزيدو شويه بشويه ونعجنو. نزيدو الطحين، عندي نص كيلو تقريبا 5 الكيسان العنبه. صافي كنبداو نزيدو الطحين بشويه بشويه ونخلطوه حتى يتجمع ونتلاقاو من بعد. نتوما البنات ها هي ملي تعجنات، شوفوا كيفاش ولات. هذا درتها في هذا البول باش نخليها تخمر. ها نتوما شوفوا العجينه ديالها كيفاش دايره، كتكون شويه كتلصق باليد، شويه ماشي بزاف، ما تكونش قاصحه، شويه كتلصق شويه باليد بحال هكا. صافي دابا غنخليوها تخمر. درتها في هذا البول باش نخليها تخمر ونخليها تضاعف مزيان وتخمر مزيان. صافي ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا كيفاش غنشكلوها. صافي ونخليوها. دابا غادي ندوزو نحضروا الكريم باتيسير. عندنا في كريم باتيسير عندنا نص لتر تاع الحليب، عندنا واحد البيضه، عندنا سميتو 4 المعالق سنيده، وعندنا 3 المعالق تاع النشا او كريم باتيسير، وعندنا واحد السكر فاني تاع الزهر. انا اختاريت تاع الزهر، بغيتو ديروا قشور الحامض، بغيتو ديروا قشور الليمون، اللي بغيتو على حسب باش نسمو الكريم باتيسير. دابا نبداو على بركه الله نحضروا هاد لا كريم باتيسير. ناخذوا كاسرونه، غناخذوا الكاسرونه ديالنا، غادي نعملوا فيها نص الحليب، نص لتر تاع الحليب، غنديروا فيها هاد 4 المعالق سنيده. كل واحد حسب الذوق ديالو كيفاش يبغي الحلاوه ديالو. غنديروا هاد الكريم باتيسير 3 المعالق تاع كريم باتيسير صافي. ونديروا واحد السكر فاني باش نسمو، صافي. وغنخلطوا في البارد، غنخلطوا فوق البارد. دابا كلشي باقي ما درناش فوق النار، غنخلطوا كلشي. وغنزيدوا هاد البياض، غنزيدوا هاد البيضه، صافي. ونخلطوا صافي ونعملوها فوق النار. انا ريحه طالعه تاع سكر فاني تاع الزهر عجيبه، ريحه غزاله، كيجيني السم هاد الكريم باتيسير بالزهر. صافي دابا غادي نديروه فوق النار. دابا درناها فوق الخافيه، شعلنا عليها نار متوسطه ونبقاو بالتحريك. ما نهداوش من التحريك لان عندنا البيض وعندنا كريم باتيسير، الا خليناه بلا تحريك راه غادي يلصق لينا ويتحرق. بقاو حداه واقفين حتى
يبدا يعقد ويختار صافي. وهذيك الساعه نزولو. ها نتوما كما كتشوفوا هو كيتحرك، كنبقاو نحركوه هكا على هذا الشكل حتى يعقد ونطلقاو تشوفوا كيفاش ولات. هانتوما كما كتشوفوا هي بدات كتعقد. هانتوما هي بدات كتعقد، كتجي ما مكلله، ما فيها لا كويرات لا والو، كتجي ليس. دابا كنخليوها شويه تعقد لان غادي حتى غنديروها فوق البريوش، مبغيناهاش تكون خفيفه شويه باش تجينا سائله، باش تجي واقفه. هانتوما كما كتشوفوا هانتوما صافي. دابا شويه غنطفيو عليها ونديروها في زلافه تبرد باش تبرد لينا، باش نعملوها في نتخمر لينا العجين غادي نعمروا بها البريوش ديالنا. دابا ها هي بعد ما خمرات، هانتوما غتشوفوا معايا بعد ما خمرات. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش رجعات. غادي نخويوها شويه من البرد، نخويوها شويه من البرد. سمحوا لي البنات حيت كنصور بالتليفون يدي وحده ما هانتوما انا غنخويها من البرد ونتلاقاو من بعد. ها هي بعد ما كورتها هانتوما كتشوفوا هانتوما كيفاش كتجي العجينه طبا وخفيفه. هانتشتي كتجي زوينه وملسه وكطوع لكم في يديكم. ها هي دابا غنخليوها واحد 5 دقائق هكا، كترجع فيها شويه الخميره باش نشكلوها باش نعمروا بها كريم باتيسير. بقاو معنا. دابا ملي بعد ما خمرات لينا شويه كنضغطوا عليها بحال هكا شويه بيدينا باش نلقاو فين نديروا ديك الحفيره. الا بغيتو ديروها بالكاس ديروها بالكاس هكا، كنحفروها هكا بيدينا، كديروا داك كنحاولوا نحفروها شويه وغنديروها كامله هكا حتى نساليو وثاني تشوفون كيفاش غادي نعمروها. بعد ما درنا ليها هاد الحفيرات هكا دخلناهم في هاد الحفيرات، دابا غنبدا نعمروهم بالكريمه هكا شويه تاع الكريمه. كديري شويه تهوري شويه باش ملي حيت كتطلع العجينه باش ما تغطيش على الكريم. لا كريم هكا على هاد الشكل كنبقاو هكا حتى كنكملوا اللاطه ديالنا كامله صافي. ومن بعد غادي ندهنوهم بالبيض وغادي ندخلوها للفران. دابا بعد ما عمرتهم بلا كريم باتيسير دابا درت واحد البيضه طربتها مع واحد شويه قطيره تاع الحليب. دابا غنبداو ندهنوا الجنيبات. ها هكا الجنيبات شويه باش يعطيو هذيك لا دورور صافي. كنبقاو هكا على هذا الشكل حتى كنكملوا هكا. ودابا بعد ما دهناهم وعمرناهم وداك الشيء دابا سخنا الفران على درجه 180 درجه حتى ل 200 درجه وندخلوه للفران. اللي كاين عندهم فران تاع الضو وعندهم فيه الفرفاره يشعل الفرفاره والفوق والتحت. اللي عنده فران الغاز يشعل عام من التحت حتى كيطيبوا من التحت ويشعل عليهم شويه من الفوق حيت دغيا كيذهبوا. دابا انا غندخلهم للفران على درجه حراره 200 وندخلهم شويه واحد 5 دقائق ونقص عليهم حتى 180 ونخليهم يطيبوا على خاطرهم ونتلاقاو بعد ما طابوا. ها هما بعد ما خرجوا من الفران شوفوا كيفاش كيجيو تبارك الله. هانتا كيجيو مفشفشين. ها نتوما شوفوا كيجيو بحال القطن حتى واعرين. هانت كيجيو بحال القطن. هانت شوف. دابا بقى لينا نزينهم بالكونفيتور ولا الناباج ولا اللي عندكم ولا العسل وندردر عليهم شويه الكوك. اللي عنده الكوك اللي عنده اللوز ولا اللي كنزوقهم بكونفي فروي. دابا مزيان عندي شويه كونفي فروي، عندي شويه كونفيتور وعندي الكوك. دابا غنزينهم من الجناب وتشوفوا كيفاش زينتهم. تلقاو من بعد. دابا هانتوما كيفاش كندهنهم
بهذه الطريقه كندير شويته وكندهن كونفيتير كما قلت لكم. عندكم كونفيتير، عندكم ناباج، عندكم العسل، باش ما كان كدهنوا شنو اللي كتبغيو كتفضلوه كدهنوا. هكا كنبقاو ندهنوا كلشي حتى كنساليو، عاد كنمشيو نزينو بالكوك. هانتوما بحال هذا الشكل، هانتوما كنديرو هكا. هانتوما دابا كنشدو على هكا العسل، كنديرو ليهم شويه تاع الكوك بحال هكا شويه الشكل بشويه شبه. نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما كندهن الكوك، عندكم الكوك، عندكم اللوز، عندكم كاوكاو ايفيلي، عندكم كونكاسي اللي كان ما بغيتو كيجي عندي على الكوك هاد الساعه. هانتوما بالكوك، هانتوما هكا غنبقاو حتى نساليو كلشي اللي عندنا ونطلقوه عند الطبق التقديم. قبل ما ننطلقوا غنزينهم بشويه تاع هكا حتى نساليو ونطلقوه في الطبق النهائي. كما شفتوا هو في الطبق النهائي كما كيبان لكم، راه كيجي مفشفش وقطني. ولا جربتوه ما غتندموش. وخليو لي التعاليق ديالكم وبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم وديروا اللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. تبارك الله عليكم.